مسلسل الملك بطولة عمرو يوسف وماجد المصري كان المفروض هيتعرض في رمضان 2021 ولكن اتمنع عرضه بالرغم من نزول التريلر الخاص بيه وتصوير اغلب مشاهده. وهنا انا ليا تعليقين عليه، التعليق التاريخي والتعليق الفني. الاول التعليق التاريخي، ان سبب منعه يقال بسبب اخطاء تاريخيه، وانا شخصيا كنت واحد من الناس مع الراي ده. ماشي، عندك حق، ولكن المسلسل هنا قايم على رواية الأديب العالمي نجيب محفوظ، بمعنى المسلسل كان عمل تاريخي ولكن قايم على رواية وليس عمل تاريخي وثائقي أو تاريخي فني بحت، لا هو تاريخي قايم على رواية، بمعنى اعتبره عمل خيالي تاريخي، بمعنى ان سبب منعه ان هو بسبب مسلسل تاريخي فده منع غلط. ولكن كان هنا لازم يبان دور صناع العمل، دور المؤلف والمخرج والفنان الكبير او كل الفنانين اللي كانوا فيه، يوضحوا ان يا جماعه العمل قايم على روايه وليس عمل تاريخي بحت. ومن وجهه نظري لو انت شفت الاعلان تاني، حتى لو كنت انا بقول لك انا كنت ضد المسلسل ده، ولكن لو انت شفت الاعلان دلوقتي، لا بجد كان في شغل كبير، ديكورات مختلفه، تمثيل مختلف، قصه مختلفه، وكان لازم هيفتح باب جديد للاعمال دي. احنا كل سنه في رمضان بنلاقي تقريبا 30 مسلسل نفس القصه بنفس الديكورات بنفس كل حاجه، البطل يبقى غلبان في الاخر وبعدين يموت الاعداء في اخر حلقه وبيبقى غني والهيص اللي بنشوفه ده كلنا. ولكن نجاح المسلسل ده اللي كان 100% هينجح كان لازم هيفتح باب كبير للاعمال التاريخيه، سواء الروائيه او اعمال تاريخيه بحت. طيب ده الجزء التاريخي. الجزء الفني ان العمل زي ما قلنا قايم على روايه الاديب الكبير نجيب محفوظ. الروايه اسمها كفاح طيبه، وبالمناسبة مش هنبعد كتير عن الموضوع، الرواية دي هي الرواية الثالثة من ثلاثيات نجيب محفوظ التاريخية، اللي هو أول 3 روايات عملهم نجيب محفوظ: عبث الأقدار، رادو بيس، وكفاح طيبة. هما ال3 مش مرتبطين ببعض ولكن بيدوروا في إطار تاريخي. الرواية هنا هي بصراحة اللي فيها المشكلة، احنا زي ما قلنا إن الإطار التاريخي لا يعيب المسلسل، ولكن الإطار الفني أو الروائي هو اللي يعيب المسلسل. إن لو حد قرأ الرواية هيعرف إن من الحاجات اللي كانت بتميزنا احنا المصريين إن كان لوننا مش اللون الابيضاني قوي، او في الروايه بالتحديد ممكن نقول غامق سنه، او اللون القمحي بتاعنا، ولكن مش اللون الابيض الفاقع اللي بيتميز بيه الفنان عمرو يوسف. بالعكس، برضه لو حد قرأ الروايه هيعرف ان الهكسوس نجيب محفوظ كان مصورهم عباره عن ناس لونها ابيض وعندها دقن. حرفيا المواصفات دي بتنطبق على عمرو يوسف، اللي هو بالمناسبه اصلا الهكسوس هم الناس اللي مكانهم حاليا اللي في سوريا. يعني انت مثلا لو قلت لك عمرو يوسف سوري ولا مصري، الناس بتقول عليه سوري اكتر من كونه مصري. فكانت دي من وجهه نظري المشكله الوحيده اللي بتعيب مسلسل الملك، ان هو الفنان عمرو يوسف نفسه اتكلم قال ان هو قايم على الروايه، ولكن طبعا بعد المسلسل ما اتعرض قال ان هو قايم على روايه مش عمل تاريخي بحت. ماشي، عندك حق، ولكن المشكله هنا ان تصوير الشخصيات اللي في الروايه غلط. طيب عموما يعني لو هنقول الجزء التاريخي قصاد الجزء الفني مين يفوز ومين يخسر، من وجهه نظري كان المفروض ندي للعمل ده فرصه على الاقل، حتى لو كان تاريخي غلط، لو كان فني غلط، ولكن زي ما قلت كان هيفتح باب للاعمال التاريخيه من النوع ده، او على الاقل كنت تتعامل معاه كانه عمل خيالي مثلا فانتازيا، اهي تجربه سينمائيه دراميه جديده بعيده عن الدراما للاسف اللي بنشوفها في كل سنه، دراما حافظينها وللاسف مستواها متدني. وتعقيب اخير، الفنان عمرو يوسف في اخر لقاء لما كان بيتكلم عن الموضوع ده عن المسلسل ده قال ان هو صور جزء كبير منه ولكن مش هينفع يرجع يكملوا التصوير ده بسبب الديكورات والفنانين والحاجات دي. انا تعليقي على الجزئيه دي ان هو يعتبره الجزء الثاني، مثلا انتوا صورتوا الجزء الاول والجزء الثاني ده، المسلسلات بره بيوصل لسبعة وثمان وعشر اجزاء بيجيبوا نفس الديكورات ونفس الممثلين، فمش هتبقى مشكله لو عوزتوا تكملوا المسلسل ده، خاصه ان هو من 3 سنين بس، فحتى الاشكال بتاعت الممثلين لسه ما اختلفتش، ففي فرصه ان هم ممكن يقدروا يكملوا المسلسل. وشكرا.